هنختم كلامنا على الاي اي جي ار بي بالثلاث مفاهيم دول. طبعا في اتنين منهم مفاهيم عامة معروفة بالنسبة للاي اي جي ار بي، اما المفهوم الاخر فده من عندي انا، واللي اقصد بيه من ورا المفهوم ده ازاي نعرف استهلاك الريسورسز بتاعة الراوتر او الاوفر هيد اللي عليه، الضغط اللي عليه من مختلف انواع الراوتنج بروتوكولز. قد ايه مستهلكه من الرامات، وقد ايه مستهلكه من السي بي يو يعني. برضو الامر ده من ان لاخر يفضل ان احنا ننفذه علشان يقدر يجيب لي مدى استهلاك او مدى الضغط على الريسورسز الخاصه بالراوتر ده من قبل كل راوتنج بروتوكول، لان دي من اكتر الحاجات اللي بتبقى شغاله ورا بعض بصورة مستمرة، لأن في منهم ليه periodic أو في ليه interval time، ده معناه إنه شغال بصورة periodic ورا بعض. فاحنا لو احنا رحنا لأي راوتر من الراوتر المفعلة ال EIGRP كده، وقلنا له مثلا show IP route summary، show IP route العادي بس في نهايته كلمة summary، هيجيب لي كل الراوتنج بروتوكول اللي مفعل هنا بما فيهم استهلاكهم من الميموري والاوفر هيد. طبعا الرقم ده بالبايتس اهو في الميموري، وبيعرفني هو مستهلك قد ايه بالبايتس من الرامات، وطبعا كل ما الرقم ده بيزيد ده معناه ان في اوفر هيد، هيرفع معاه رقم الاوفر هيد. فدي طريقه سريعه اقدر اعرف بيها قد ايه استهلاك الرامات والاوفر هيد الموجود على الراوتر من قبل الراوتنج بروتوكول. اما المفهومين التانيين بقى فدول نقصد بيهم خصائص الاي اي جي ار بي. طبعا في منهم خصائص مشتركه مع راوتنج بروتوكولز اخرى زي السبليت هورايزون. السبليت هورايزون قلناها كده بصوره سريعه، ان انا من خلالها بقول للانترفيس اي راوتنج تيبل خارج من عندك لو اتسجل في الراوتنج تيبل بتاعك وفي التوبولوجي تيبل هيخرج طبعا عشان يتوزع للاخرين، وهو راجع او جاي لك داتا منهم لو لقيتها نفس الداتا ومفيش تغيير ما تسجلهاش تاني، يبقى تتسجل مره واحده بس في الراوتنج تيبل وفي التوبولوجي تيبل. ده الغرض من السبليت هورايزون، ده اللي بيخليه يحاكي او يشابه اللينك ستيت في امتيازاته، انه ما يفضلش شغال انترفال تايم بقى كل 90 ثانيه ورا بعض عمال على بطال حتى لو نفس الداتا. وبالتالي الباسيف اسف السبليت هورايزون علشان يتم تفعيله بنقدر نفعله من خلال config key، وبنروح على الانترفيس اللي مدرج في الاي اي جي ار بي. يعني احنا عندنا مثلا ده راوتر 1، لو رحنا كده الراوتر 1 هلاقي الانترفيس المدرج فيه ده هو ده في الاي اي جي ار بي. طبعا احنا عاملين ادراج للاثنين دول اف 00 اف 0، اختار اي واحد وهنشوف الطريقه اللي هنمنع بيها السبليت هورايزون من عليه. بس قبل ما هنفعلها هنشغل الاي اي جي ار بي ديباجنج علشان يظهر لي الاشعارات اللي بتقول لي ان تم ايقاف السبليت هورايزون. فهقول له do debug اي اي جي ار بي، do debug اي اي جي ار بي باكيتس اسف. خلاص كده شغل لي الديباج. هنشوف دلوقتي لما نلغي السبليت هورايزون من على الانترفيس، هنقول له انترفيس مثلا اف 00 لان الاثنين مفعل عليهم اي اي جي ار بي، فنختار اي واحد. طبعا عمال يجيب لي بريودك ورا بعض الرسائل بتاعت الاي اي جي ار بي او شغله بيعمل ايه دلوقتي. علشان نلغي السبليت هورايزون فهقول له نو اي بي سبليت هورايزون اي اي جي ار بي 10، رقم الاي اي جي ار بي. فانا بقول له الغي السبليت هورايزون من على الفتحه اللي انا واقف عليها دي تبع اي اي جي ار بي 10. انتر. هنبص كده هتلاقي فيه اشعار جالك، هنقول له نو ديباج اول بقى خلاص عشان ما يفضلش الاشعارات دي ورا بعض كده. دو نو ديباج اول. هنبص كده على الرسالة اللي بتقول ان في ادفرتايزنج دلوقتي خارج من، ما ظهرتش الرسالة. ماشي هنشغل تاني ديباج، هنقول له دو ديباج اي اي جي ار بي باكيتس تاني ونسيبه شوية كده عشان يظهر لي الرسائل بتاعت الادفرتايزمنت بتاعت السبليت هورايزون اللي احنا عايزينها لغاية اما نشوفها وهنوقف. مفيش حاجة عايزة تظهر طبعا. هنلغي الأمر وهنفعله بطريقة تانية نو ديباج اول. ماشي وهننزل كده على المحسن الرئيسي وهنقول له ديباج اي بي اي اي جي ار بي بس من غير باكيتس. خلاص كده وننتظر شوية هنشوف الرسالة بتاعت السبريت هورايزون.
هنروح نفعل السبليت هورايزون ونرجع نلغيه واحنا مفعلين كده الديباجنج. config t interface f0 0 ip split horizon eigRp10 وانترفيس اهو. تمام اشتغلت. do advertise out. طيب انترفيس f0 1 وننفذ عليه نفس الامر split horizon eigRp. لو لاحظنا كده بصينا كده هيقول لي split horizon changed، نلغيه بقى هنقول له no IP split horizon eigRp. جاب لي اشعار كده ان حصل تغيير تاني برضه في السبليت هورايزون. بص كده الفرق بين الرسالتين لما فعلنا الاول السبليت هورايزون. بص هنا بيقول لك ايه، الفتحه دي تم ارسالها من خلال فاست 01 والفتحه دي تم ارسالها الشبكه دي تم ارسالها من خلال انترفيس F01. بص بقى لما لغينا السبليت هورايزون الفتحة دي تم إرسالها واستقبلها تاني، ماشي. الفتحة دي تم إرسالها ورجع استقبلها تاني وسجلها. طب ما هو كانت متسجلة، لا السبليت هورايزون هيسجلها تاني لأنه مش هيشوفها، وبالتالي لأن أو يعني مش هيحفظها، مش هيحفظ إنها خرجت من عندي، يعني خلاص اتسجلت عندي بالفعل روحي بقى تسجلي عند الآخرين، لا ده هيفتكر انها شبكه جديده وبالتالي هيدخلها تاني في الراوتنج تيبل ويسجلها. ادي البيانات جايه له اهو من الشبكه 11 سجلها تاني. لكن هنا لا بيخرجها بس، يخرج الشبكه بس لان تم تسجيلها عندي، فبقى اعلم الاخرين او بعمل ادفرتايزمنت ليها عند الاخرين. فده الفرق او دي فكره السبليت هورايزون. طيب الجزء التاني اللي هنتكلم عليه في الاي اي جي ار بي هو الباسيف انترفيس، وده كونسبت خاص بالاي اي جي ار بي فقط. لو وقفت على انترفيس وقلت له انت باسيف انترفيس او قلت الاي اي جي ار بي خلي الباسيف انترفيس مثلا انترفيس F00 كده، مش هيبعت منه رسائل الهلو، وبالتالي هيوقف عمل الاي اي جي ار بي على الانترفيس ده، بس مش هيوقف العمل تمام. يعني عايزين نوضحها على مثال عملي كده عشان تتضح اكتر بالصوره التاليه. بص كده راوتر 2 ده مثلا شايف الشبكه كلها بالاي اي جي ار بي من خلال فتحتين F00 F01. لو انا وقفت على F00 ده او قلت ال F00 انت باسيف انترفيس مش هيبعت منه رسائل الهلو. لو كان ده الفتحه الوحيده اللي موصلاني بالعالم الاخر بالاي اي جي ار بي كده كاني وقفت الاي اي جي ار بي خالص، ملوش لازمه لو قلت له ده باسيف انترفيس، لانه مش هيبعت من خلاله رسائل الهلو وبالتالي مش هيعرف مين اللي تبعي، فمش هيكتشف اي حد. لو خليت دي بقى، لو عندي فتحه تانية بتوصلني بالعالم الخارجي من خلال الاي اي جي ار بي زي F01 دي ما فعلتش عليها باسيف انترفيس، خليتها زي ما هي الديفولت يعني، كده الناس تقدر تبنج عادي على F00 مفيش مشاكل ويبقى مدرج معايا في الاي اي جي ار بي. يبقى انا مجرد بحجم رسائل الهلو تخرج من انهي فتحه. باي ديفولت طبعا بتخرج من كل الفتحات اللي بيتم تفعيل الاي اي جي ار بي عليها، لكن الباسيف انترفيس لو انا قلت للفتحه F00 انت باسيف انترفيس مش هيرسل منها رسائل الهلو، وبالتالي رسائل الهلو هتجيلي من فتحه واحده بس اللي هي دي، وطبعا هيخرج منها رسائل الهلو مرفقه بالسبنت بتاع F00 عادي جدا، والناس تقدر تبنج على F00 من غير اي مشاكل، بس بشرط يبقى في فتحه واحده على الاقل مفعل عليها الاي اي جي ار بي وما تكونش باسيف. علشان نفعل الباسيف انترفيس هنروح على راوتر 2 وهنقول له راوتر اي اي جي ار بي 10 باسيف انترفيس، وهكتب له رقم اسم الانترفيس F00. خلاص كده الانترفيس ده مش هيخرج منه رسائل اهو، يقول لي الانترفيس ده مش هيتم خروج رسائل الاي اي جي ار بي منه اني مور خلاص. طيب الانترفيس التاني شغال. لو مثلا راوتر 4 ده رحنا له، الراوتر 4 وبينج 10.0.0، انا مش فاكر الانترفيس اللي هو F00 اللي احنا عملناه باسيف ده اي بي هو كان دو شو اي بي انترفيس بريف، كان F00 10.0.0.2. هنبنج عليه من هنا كده 10.0.0.2 يديني ريبلاي عادي جدا. ولو قلت له شو اي بي راوت اي اي جي ار بي هيقول لي انه شايف الشبكه 10 عادي جدا بس من خلال انترفيس هنا هيقول لي انه شايف شبكه 10 عادي جدا من خلال الاي اي جي ار بي. وهلاقي هناك ان بالرغم
ان انا وقفت من عليه رسائل اي اي جي ار بي هالو، الا انه متشاف عادي جدا، بس بيبعت رسائل هالو من خلال انترفيس واحد بس اللي هو اف 01. دي فكرة الباسيف انترفيس. شكرا.